بتتمنى لما تكون نفسك في حاجة تدعي ربنا والدعوة دي تستجاب وتتحقق وتكون بالفعل أرض واقع؟ هقولك على شوية أسرار طبقتهم في حياتي وربنا اللي علمهم لنا، وشوية قوانين للدعوة تخليك تقدر تحقق أي دعوة بتحلم بيها وبتتمناها. كمل معايا الفيديو لآخره عشان تحط الشروط كلها جنب بعضها. أول حاجة يا سيدي عايز أقولك إن رب العزة عز وجل قالك: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. إذا دعاني، حط دي تحتها مليون خط، إذا دعاني. وأما يجيب المضطر إذا دعاه. إيه ده؟ يعني إذا دعاني هنا ليها شروط. ركز معايا كويس جدا وخليني أضرب لك مثال في الأول بسيط. المثال ده بيقول لو أنت النهاردة هتدعو واحد صاحبك لفرحك، واحد أنت هتدعوه وتعمل له دعوة فرح، هل دعوة الفرح هتقول له أنا فرحي النهاردة تعالى؟ لو الفيديو مش كامل قدامك دلوقتي على القناة تابعني على اليوتيوب، هسيب لك اللينك في أسفل الفيديو. أنا فرحي الخميس اللي جاي وتعالى؟ ولا هتدعوه دعوة مفصلة؟ المكان، الزمان، التفاصيل، يروح ازاي، الساعة كام، اسم القاعة، كل حاجة انت لازم توضحها له في الدعوة عشان يقدر يجي. طبعا انا عارف رب العزة عز وجل هو رب قلوب ويعلم الغيب، يعلم ما في القلوب ويعلم الغيب، ولكن ربنا لما علمنا ازاي ندعو علمنا ان احنا ندعو بالتفصيل. ازاي؟ قالك في ذكر رحمة ربك عبده زكريا، حط لنا فيها في الذكر ده أصول الدعاء. قالك ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، ده أول شرط. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. الأسباب مش موجودة، مش عنده، ده تاني شرط. اعترفت ان الاسباب مش موجودة وانا عارف الاسباب ومحددها ومش موجودة. ولم اكن بدعائك ربي شقيا. اليقين، انا عندي يقين كامل بالله عز وجل، لم اكن بدعائك ربي شقيا. ايه المشكلة يا زكريا؟ اني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقر. دي المشاكل اللي عندي. اللي عايزه يا زكريا تفضل فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. دي شروط الدعاء. أنا كده لازم وأنا بدعي ربنا أفصص الشروط دي كلها. ده نبي ومع رب العزة عز وجل، ومع ذلك فصص الشروط عشان ربنا يعلمنا ازاي ندعوه. بعد كده جات له الإجابة. إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. جات له الإجابة. ولكن هنا ربنا برضو بيعلمنا إن الإجابة لما بتجيلك عشان انت تاخد بالأسباب وتتبع الأسباب وتعمل حاجة. رب اجعل لي آية. أعمل إيه يا رب؟ قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. ده معناه إن انت محتاج تاخد بالأسباب. الدعوة لما بتطلبها من ربنا بتفاصيلها، عايز أقولك إن هي بتنزل لك في كتابك في صحيفتك، بتجيلك النتائج بتاعتها. فعشان تدعو ربنا صح اتعلم، اعرف الأول هدفك إيه من الدعوة. لازم تبقى أنت عارف أنت عايز إيه. مش بنشغل ربنا عندنا، مش بنقول يا رب ابعت لي فلوس، يا رب حل لي المشكلة، يا رب خرجني من المصيبة. لا، انت لازم تبقى عارف هدفك ايه محدد. يا رب انا عندي اسباب كذا مش عارف استخدمها وانا واثق فيك، وعندي مشاكل كذا وخايف من كذا، ابعت لي كذا. حددت الدعوة هتحصل على النتائج بتاعتها. وتأكد ان رب العزة عز وجل حاطط قوانين واحكام وايات محكمات في هذا الكتاب العظيم تساعدك تكون افضل واحسن واحد في الدنيا كلها. انا سعيد جدا 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 بكل حد بيبعت لي وبيعمل كومنت على حاجة هو قدر يطبقها وعملت له نتيجة بشكل كبير جدا نقدر نستخدمها في حياتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتأكد انك متابعني واستنى الفيديو الجاي.